المخرج المصري عمر زهران. عمر كان في زيارة، قاعد أتابعه على الفيسبوك، كان في زيارة للمغرب، مهرجان من المهرجانات، وكان عامل ده عمر زهران، وممثل بعض الأدوار اللي كمان لقت قبول للناس. يعلم الله عمر زهران ما بيتواصلش معايا إطلاقا إطلاقا، يعني بس عشان إيه هتطلع الحكاية، وممكن عمر نفسه يطلع يشتمني عادي عادي يعني. يعلم الله إن أنا قريت البوست ده زي أي واحد بيقرأ على الفيسبوك، لكن لأنه عمر شخص ليه طبيعة خاصة، ولأنه ما بيكتبش بالسياسة، ولأنه وما بيتكلمش عن أي أخطاء، وبيحاول يعني مواطن شريف بما تحمله الكلمة للأسف من مساوئ، لكنه مواطن شريف. فلما كتب ده كان مليء بالحرقة. اسمع عمر زهران، قلت لك أنا شوف المغاربة بيشتكوا قد إيه. بص عمر بقى وهو بيزور المغرب قال لك بصراحة ومن غير زعل وبموضوعية شديدة. بص ده للأسف هو أصعب ختام لحلقة اليوم يا جماعة. أتمنى أن يتقبل مني البعض واقعية هذا البوست ومحتوى. يا جماعة احنا في مصر بنعاني من جهل شديد لما آلت إليه بلدنا مقارنة بمن حولنا من الدول الأخرى، وهذا ما اكتشفته خلال زيارتي الحالية لدولة المغرب الشقيقة، بعيدا عن احتفاظهم واعتزازهم بالطابع الشرقي في كافة مناحي الحياة. ولن أتحدث عن طيبة ورقي وتحضر وكرم الشعب المغربي، أنا في ذهول من شياكة وبساطة الناس في الشارع. ومش عايز أكلمكم عن الأحياء الفقيرة والبسيطة اللي شفتها، وانبهرت بمستوى النظافة وروعة التفنن في طلاء المنازل والبيوت بألوان بسيطة ومبهجة ومريحة للعين والقلب والروح. بيتكلم على المغرب ومش عيب، ولا يمكن تلمح في أحيائهم أي مظهر يؤذيك أو أي شيء عشوائي. ومش هكلمكم عن الستات المحجبات بهدوء وبساطة ورقي، وملابسهم اللي بدون تقاليع رخيصة أو تمحيك في الألوان الصاخبة. ولا يمكن أن أنا أغفل أناقة السائقين التي تشبه أناقة نجوم هوليود. ولم أسمع كلمة كل سنة وانت طيب ولو لمرة واحدة، ناهيك عن رائحة العطور والبرفانات التي تمتعك وأنت تجلس بجوار السائق. أما عن المطاعم فأنا أقسم بالله العظيم بقول لكم إنها أنظف من مطاعم أوروبا، والحمامات تفوح منها رائحة معطرات ومطهرات. وفي أبسط قهوة بلدي تتراقص أمام عينيك الصواني النحاسية وهي تحتضن الأكواب الزجاجية التي يبرق لمعانها ويخطف عينك، والبراد الفضي الذي يشع نورا من شدة نظافته وكأنك أول من يلمسه ويستخدمه، ورائحة النعناع الأخضر التي تفوح مع بخار الشاي الأخضر فتشعر بأنك تمارس طقوسا روحانية. أقسم بالله العظيم أن شوارع مدينة الرباط وطولة مدة الإقامة لم ألمح ورقة زبالة في شوارعها اللي بتبرق من النظافة. وعندما أسأل أي من المغاربة عن سر نظافة الشوارع ينظر لك مندهشا، ولسان حاله يقول وما العجيب في ذلك، إنه أمر عادي. يا جماعة احنا انتفضنا جميعا لكرامتنا كمصريين بسبب كلمات تفوهت بها سفيهة الكويت على مصر والمصريين، وتوحدنا جميعا في غضبة وصرخة عالية سامعها كل العالم العربي. يا جماعة خلينا واقعيين، احنا ليه هاين علينا بلدنا كده؟ ولماذا لا ننتفض من أجل نظافة شوارع ومباني وواجهات محلات المحروسة؟ يا جماعة سبب نكسة السياحة في مصر مش شماعة الإرهاب. احنا لم نعد بلد سياحي، لا شوارعنا ولا محلاتنا ولا نظافتنا تليق ببلد سياحي، ولا حتى سلوكياتنا وأخلاقياتنا وضمائرنا مع ضيوفنا ليها علاقة بالسياحة. أنا مش فاهم احنا ليه مستسلمين لهذا الوضع. المجالس المحلية في مصر وفسادها وفساد رؤساء الأحياء ورؤساء المدن والمحافظين. طبعا عمر كأي مواطن شريف بيجيب اللي تحت، وانا يعني ما بيجيبش اللي فوق، والسمكة تفسد من رأسها. احنا ليه ساكتين على المجالس المحلية وفساد رؤساء الأحياء ورؤساء المدن والمحافظين؟ دمروا مصر الجميلة. اقسم بالله العظيم كل من يأتي لمصر يخرج منها شاكيا باكيا، ولولا عشقهم لمصر كبلد ما دخلوها. اقسم بالله العظيم كل من يذهب لمنطقة الأهرام أو الحسين يقسم أنه لن يعود مرة أخرى. أنا بحب بلدي جدا وعندي غيرة شديدة عليها، ومن هذا المنطلق بحزن جدا جدا لما أشوف دولة زي المغرب لا فيها بترول ولا تلت آثار العالم في بلد واحدة من بلادها زي مدينة الأقصر، وده بيبقى حالها وكأنها قطعة من أوروبا. مش فاهم هو ربنا غضبان علينا ولا إيه؟ طب
طبعا. مش فاهم ايه؟ طبعا. مش المفروض نثور على الغير، ولا نثور على انفسنا وعلى سلوكياتنا وعلى حال الوساخه اللي مالت شوارع مصر؟ واللي مش مصدقني انا جاهز اخده في جوله وافرجه بنفسي. الله غالب.